رجال الشرطة طلبوا من محمد باش إن هو يحكي لهم حكاية ليلى وإيه هو مصدر الفلوس الكتير اللي معاها. وبدأ محمد باش يحكي لهم إن في الستينات كان في واحدة اسمها الشيخة يمنة من قبيلة غنية جدا ومستريحين ماديا. الشيخة يمنة دي كانت وحيدة أبوها وأمها، ولما أبوها وأمها ماتوا ورثت عنهم أراضي وبيوت وفلوس كتير جدا. وكانت الست يمنة دي مش متجوزة، وده اللي خلاها بعد فترة تفكر إنها تتبنى طفلة علشان تونسها وتعيش معاها. وفي سنة 1969 راحت للملجأ واتبنت طفلة عندها سنتين وربتها أحسن تربية لحد ما تمت 20 سنة. وبعد كده جوزتها ورجعت بعد جواز بنتها تقعد لوحدها تاني في بيت طويل عريض. وده اللي خلاها تفكر إنها تتبنى طفلة تانية. وفعلا في 1989 راحت للملجأ تاني واتبنت